أهلا وسهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنروح مع بعض نستكشف واحد من أجمل كنوز مصر الخفية، معبد دندرة. المكان السحري ده يبعد حوالي 60 كيلومتر شمال غرب الأقصر. معبد دندرة مش مجرد معبد عادي، لا ده بوابة لحضارة مصر القديمة. هنا هتشوفوا نقوش تبهر العين على الجدران والأسقف، كل نقشة بتحكي قصة من حياة الفراعنة والآلهة لحد الطقوس الدينية القديمة. من أهم معالم معبد دندرة السقف بتاعه اللي بيعرض لنا خريطة فلكية قديمة اسمها زودياك دندرة. تخيلوا قد إيه كانوا بيفهموا في النجوم ويرسموا خريطة ليها من آلاف السنين. حاجة تاني خالص، صح؟ وإنتوا بتتجولوا في المعبد هتكتشفوا السرداب اللي تحت الأرض، مكان مليء بالغموض والأساطير. بيقولوا إن الكهنة كانوا بيستخدموه لطقوس دينية سرية، يمكن طقوس لسه ما نعرفش عنها حاجة لحد دلوقتي. متنسوش تزوروا البحيرة المقدسة في المعبد، كانوا بيستخدموها عشان التطهير قبل ما يقوموا بالشعائر الدينية. المية هنا مش مجرد مية، دي رمز للنقاء والصفاء. ودلوقتي خلينا أقولكم على حاجة مثيرة. تعرفوا إن معبد دندرة من أحسن المعابد اللي اتحافظ عليها في مصر؟ تقريبا لسه زي ما كان من آلاف السنين، وده بفضل جهود الحفاظ الحديثة. فبنقدر النهاردة نستمتع بجمال المكان ده زي ما استمتع بيه المصريين القدماء. لو بتخططوا تزوروا مصر متنسوش تحطوا معبد دندرة على قائمتكم. دي مغامرة مش هتتنسي، هتاخدكم في رحلة عبر الزمن، رحلة هتحسوا فيها بروح مصر القديمة وأسرارها. شكرا ليكم انكم انضمتوا ليا في الجولة دي. لو عجبتكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نكمل مع بعض نستكشف عجائب الدنيا. نشوفكم في الفيديو الجاي.